اتكلمنا في حلقة عن العميل اللي لازم تهرب منه. هنا هكلمك عن العميل اللي لازم تكسبه بأي تمن. في عميل واحد بس لو خسرته فانت فعليا خسرت جزء كبير من السوق او خير كتير كان هيجيلك من وراه. ده مش العميل اللي بيدفع اكتر ولا العميل اللي جاهز يشتري دلوقتي. ده العميل اللي لما بيشتري منك بيكسبك اهم 3 حاجات. الحاجة الاولى هو بيكسبك صفقة النهاردة، الحالة التانية بيكسبك ريفيرال لبكرة، الحالة التالتة انه بيكسبك اسم في السوق من بعده. غالبا العميل ده بيبقى عارف انت بتعمل ايه وبيقيمك كويس قوي، بيشوف طريقة شغلك، بيسمع لهجتك، بيسألك عشان يفهم منك مش عشان يختبرك. وده بالذات لو ارتاح لك بيمشي معاك لآخر المشوار، حتى لو العرض بتاعك مش الافضل، حتى لو السعر اللي انت جبته له اغلى شوية، لان هو شايف فيك حاجة ما لقاهاش عند حد تاني، هي الاحتراف والامانة والاسلوب الجيد. طيب ده بقى لما تكسبه هو بنفسه هيجيب لك شغلك اللي جاي، وهيبقى احد اقوى مصادر الاورجانيك ليدز، وهيقول لاصحابه كلم فلان لان فلان هو اللي فاهم، وساعتها كل اللي جاي لك هيبقى جاهز واثق فيك جاي يشتري على طول. العميل ده لو شفته اوعى تستهون بيه، والحاجة التانية اوعى تستعجل عليه وما تقفلوش زي اي بيع. ده تقفل معاه علاقة طويلة مش بس صفقة سريعة. الخلاصة السوق مليان ناس، بس في عميل واحد بس هو اللي بيصنع معاك الفرق لو عرفت تكسبه. واسأل اللي شغالين في المطورين، عميل واحد بس في السنة او عميلين بيحقق له التارجت كله.